واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه ست الحبايب يا حنان انت. الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، والقوة في الضعف. جبران خليل جبران. أمي، كل سنة وانت طيبة وبخير وصحة. كل سنة وانت جبل شامخ ساند ما يتهزش، بحور حنان فانية ما بتخلصش. كل سنة وانت عطفك وقلقك وخوفك ورعايتك شط الأمان. تعبت يما؟ لو نخت جمال البرية ما بتشتكيش، ولو نامت عيون الخلق صحية لينا ما بتناميش. ولو خلصت عطايا الناس حبك انتي ما بينتهيش. يا أمي ده مهما قلنا ومهما عدنا لا كلام يكفيكي ولا حديث يعرف يقول. قد ايه جوانا عايشة، قد ايه في ايامنا نعمة. قد إيه انت الحياة. عيد الأم عادة بدأت من مصر، أيوة، من عند قدماء المصريين اللي احتفلوا بعيد إيزيس وخلدوا المناسبة بتمثال ليها وهي شايلة حورس في حضنها كأم. أي حد يقول لك بقى غير كده بدأ في أمريكا، بدأ في أوروبا، بدأ في الغرب أو غيره، قول له أوكي، بس ده مش صح. المدهش بقى كمان إن في العصر الحديث عيد الأم مناسبة بدأت وانتشرت في الوطن العربي برضو من مصر. الصحفي علي أمين في الخمسينات طرح الفكرة في مقالة ولاقت استحسان الناس، وعملنا بداية الربيع يوم 21 مارس، التاريخ اللي بنحتفل فيه بعيد الأم. جبتوا إيه لماما السنة دي؟ كل سنة وكل أم طيبة وبخير ورمز ومعنى لكل حاجة حلوة في حياتنا.